السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة انا حبيت ان انا اقول لكم طريقة عمل الطعمية في البيت. الطعمية في البيت دي حاجة ممتازة جدا. اولا بتعمل كمية اكبر، ثانيا انت بتاكلي اولادك اكل صحي. بتقليها بزيت نظيف وانت عارفة هو جاي منين وعارفة مصدره. وبعدين بتكفيكي بقى، يعني الكيلو مثلا بيقعد معاكي ممكن يكفيكي شهر كامل يعني. فدلوقتي انا هقول لكم المكونات وبعدين نقول الطريقه ان شاء الله. انا جايبه كيلو فول بلدي. انا بحب الفول البلدي اللي هي الفوليه بتبقى كبيره كده، بتبقى حجمها حلو. وتاني حاجه بنحط ربطتين نوعين من الخضار يعني. بجيب ربطتين من الكرات اللي هو بيبقى شكله كده، اللي هو عامل زي البصل الاخضر بس من غير راس البصلايه. وربطه كزبره خضراء اللي هي بتبقى شكل البقدونس بس بتبقى فاتحه شويه ولها ايه، شكل عريض كده يعني. وبجيب بقى بصلايه متوسطه بقطعها حتت كبيره لان هي طبعا هتتفرم. اربع خمس فصوص توم. ما تكتريش التوم لان هو كتره بيبقى ايه، بيبقى ظاهر في الطعميه، بيبقى ما بتبقاش حلوه يعني. فدي المكونات كلها هي مكونات سهله وجميله وبعدين رخيصه يعني. فانا دلوقتي انا عندي مفرمه فانا بفرم فيها. فهبتدي بقى افرم احط المكونات على بعضها وبعدين نبتدي في فرم الطعميه ان شاء الله وهفرمها معاكم دلوقتي. دلوقتي يا جماعة احنا خلطنا المكونات كلها على بعضها. بس انا نسيت اقول لكم حاجة. انا الفول ما جبت اول ما جبته طبعا انا غسلته كذا غسلة لغاية ما ميته بتبقى نظيفة خالص. وبعدين بنقعه 10 دقايق الاول. وبعد ال10 دقايق دي عشان لو في سموم ولا حاجة بتنزل في المية الاولانية دي بقوم شطفاه بقى شطفة كويسة. واقوم نقعاه من بالليل للصبح مثلا، يعني ما يقلش عن ايه، مدة ما تقلش عن 8 ساعات. او من الصبح لغايه مثلا بعديها ب8 ساعات ممكن ان انا ايه اعمله. المهم انقعه مش اقل من 8 ساعات عشان الفوله تشرب من الميه وتبقى مستويه كويس يعني. واقدر افرمها. فدلوقتي انا خلاص خلطت المكونات كلها مع بعضها. وتعالوا بقى معايا على المفرمه. دلوقتي يا جماعة احنا حطينا الفول في المفرمة اهو، هنبتدي نفرمه. وهنفرم الخلطة كلها دي مرتين عشان تبقى ناعمة وحلوة، ولما اقليها تبقى طيعة كده معايا وتبقى طعمها حلو يعني. فدلوقتي انا ايه هبتدي افرم. ده الشكل النهائي يا جماعة للطعمية بعد ما فرمتها في المفرمة. ودي طبعا دي الكمية كلها اللي طلعت من الكيلو، طبعا كمية حلوة جدا يعني. فدي بقى الطعمية اللي انا هخزنها وعملت منها كيس اهوت. ده طريقة التخزين بتاعتي. هحط كل الطعمية اللي فاضلة دي في الأكياس بالشكل ده واحطها في الفريزر واخزنها. وكل ما احتاجة اطلع كيس. ودي الكمية اللي انا هقليها معاكم دلوقتي وهقول لكم هنعمل فيها ايه. طبعا الطعمية لما باجي اخزنها يا جماعة انا ما بحطش عليها توابل خالص، بسيبها كده بس من غير اي توابل يعني. لكن الطعمية اللي انا بقى هقليها معاكم دلوقتي انا هحط عليها كمية من الملح طبعا زي ما انت عايزة. وبكتر بقى الكزبرة، يعني حطي كزبرة زي ما انت عايزة، هي اساسها الكزبرة اساسا يعني. وبحط طبعا عليها بضاية برضو، وانا حط عليها اهو قدامكم ملح وفلفل، البضاية لازم. وطبعا ايه ده السمسم بقى علشان القلية. لو خلص معايا خلص، ما خلصش بقوم مدخلاه تاني للفريزر لتاني مرة، يعني ما برميش منه حاجة. فدلوقتي انا هقلب الطعمية على بعضها وهروح معاكم على البوتاجاز عشان نقليها مع بعض. في خطوة بقى يا جماعة قبل ما اقلي الطعمية، حبيتي تعمليها حبيتي ما حبيتيش تعمليها مش مشكلة. هو احنا عشان نخففها بقى ونخليها زي بتاعت بره وخفيفة كده من جوه. ممكن اضربها شوية بمضرب البيض او بالهاند بلندر او بمعلقة عادي او بالمضرب اليدوي مش مشكلة يعني. فانا بحب اضربها الضربة دي قبل ما بقى انا قلت اقولها لكم اللي يحب يعملها يعملها. بس هتلاقوا فرق في الطعمية بعد ما بتتعمل بصراحة. فأنا هضربها ضربة وقبل ما أقليها إن شاء الله.
دلوقتي يا جماعة أنا حطيت الزيت في الطاسة اهوت، بنقدحه جامد يعني، هو زيت الطعمية بيتقدح جامد يعني. وبعدين بنجيب طبق فيه مية وطبق الطعمية، نحط كده المعلقة في المية علشان الطعمية ما تمسكش فيها، وبقوم عاملة كده ومالية المعلقة وحاطة في الطعمية كده. والمرة التانية كذلك برضو كده، وكده على طول بقى يعني. احطها في المية علشان الطعمية ما تمسكش في المعلقة، ولغاية ما نخلص بقى العجينة كلها وهنقليها ونرجع لكم تاني. بصوا يا جماعة، شكل الطعمية بعد ما اتقلت بقت شكلها جميل ازاي. وشكل الطعمية فيه هشاشان كده وجميل جدا، وعلى وشها السمسم. على فكرة أنا لما باجي اقليها انا ما بحطش لكل طعمية السمسم، انا بقوم رشة على وش العجينة كلها واقوم واخدة منها، ولما يخلص السمسم اقوم حاطة تاني عادي، مفيش اي مشكلة يعني. انا ما حطيتش بقى على فكرة على الطعمية لا بودر ولا كربونات وزي ما اي حد بيعمل. انا سبتها، اكتفيت بان هي تبقى هشة من نفسها كده، وده اللي خلى الهشاشان ده فيها ان انا ضربتها قبل الآلية بأي مضرب، بالمضرب يدوي او بالمضرب الكهربائي او بمعلقة عادي، بس اديها ايه، بتدخلي الهواء فيها جامد. الهواء اللي بيدخل ده قبل الآلية على فكرة هو ده اللي بيديلها الهشاشان والشكل الجميل ده يعني. احنا مش محتاجين نحط عليها اي حاجة، وديها بيضايه برضو بتديها برضو هشاشان اكتر. فجربوها ان شاء الله هتعجبكم، وفرحوني بقى يا ريت بشير وبلايك واشتراك في القناة، وتجربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وان شاء الله هتعجبكم. واشوفكم يا رب كده على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد، ونتقابل على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.